الأوضة بس هي بالليل المكان بيبقى شوية بالنسبة لي أنا، عشان أنا الصراحة مش باعرف أنام في ضلمة كحل كده وفي هدوء، فبابقى لازم حابة إن الصراحة إن يكون في زي دوشة أو نور يعني أو كده. فبالنسبة لي بالليل كان مخيف شوية، بس الصبح بجد حاجة تانية. أصلا الجو دلوقتي في الوقت ده هو حلو فيه اللي هو اللسعة، بس فيه الشمس الدافية، فالدنيا بصراحة البرد اللي أنا بحبه الصراحة. دي العربية اللي هتاخدنا التور بتاعت السفاري، وليترلي احنا هنقعد هنا ورا. دي اول ستوب، المفروض هيورينا صخور معينة. وهلا احنا موجودين بوادي رم. هي النقوش هاي اسمها نقوش نبطية. لو نتفرج منيح على الجمال هي بتتجه كلها باتجاه واحد. هي عبارة عن علامات للطرق، زي كيف علامة باتجاه البتراء. الأنباط كانوا تجار يبيعوا التوابل والعطور وإلى آخره، يسافروا لدول عديدة وكانوا يرجعوا للبتراء. طبعا هاي واحدة من النقوش اللي بتدل اتجاه البتراء، عددها ما يتراوح بين 20 ل 24. ياه قربت برضو. يلا يا مروان بقى. ها؟ ايوه. شامبو؟ صابون. واو. سيق لورنس. احنا بنشوف النقش اللي على الصخر مكتوب لورنس العرب 1917. كنا سمعنا عن الثورة العربية الكبرى لما الشريف حسين أطلق الرصاصة الأولى في وجه الأتراك وانتصروا العرب، وكانت بداية انطلاق الثورة العربية أو تجمع الجيوش العربية في منطقة وادي رم بمساعدة لورنس العرب الذي أتقن اللغة العربية وأتقن عادات وتقاليد العرب واللباس العربي. وأحد المناطق اللي عاش فيها لورنس اللي هو السيق اللي أمامنا.